عندنا 105 هرم. في رأي نيكولا تسلا أن كان الإضاءة بالكهرباء والكهرباء اللاسلكية وعن طريق الأهرامات، وهقول لك إزاي. أن الأهرامات مبنية على تكتونيك بليتس اللي هي الصفائح التكتونية. دخل في تابوت وغطوه بالغطاء بتاع التابوت كما هو متفق عليه، وظلموا المتحف تماما وبطارية قوية جدا حوالين ما بين الغطاء والتابوت. ما فيهاش نسبة خطأ يا دكتور، ما فيهاش نسبة خطأ. 1 ملي. نيل بيجري جنب الهرم طوله أظن 60 كيلومتر. هل كان في حضارات ما قبل خلق آدم؟ إيه ده؟ معنى هذا الكلام إن في عصور قبلها. هل هناك دليل آخر غير بردية تورين اللي مش عاوزين يناقشوها عشان ما تقلبش التاريخ رأسا على عقب؟ الانتماء والولاء للوطن لا يتأتى إلا بالحب. نحاول ننور المصريين عن تاريخهم العظيم ده. طبعا دكتور وسيم العالم المصري الكبير، عالم المصريات. دكتور وسيم صديق العقل والفكر. طبعا من اعلى الفرص اللي انا نلتها ان انا اقعد في شرف محراب علم سعادتك. شكرا. وطبعا انا جاي متلهف شوقا لان انا انهل من علم سعادتك ما يفيد الاخرين. شكرا جزيلا. دكتور وسيم، طبعا دكتور وسيم العالم المصري الكبير، عالم المصريات، واستاذ جراحة المسالك البولية وأمراض الذكورة، وكمان في عملية باسم دكتور وسيم مسجلة عالميا عن البروستات. بالظبط يا فندم. حضرتك في الفترة الأخيرة اهتم العالم كله بيوتيوبر شهير مستر بيست، ان هو دخل الهرم الكبير وقعد فيه فترة مش بالقليلة، واكتشف حاجات العالم كله بيتابعها وجاب أعلى نسبة مشاهدة. حضرتك عايزين نعرف سر من أسرار الهرم الكبير، وحضرتك عارف ان حضرتك عملت حلقة مخصوص عن الهرم الأكبر. فحضرتك ايه رأيك في الموضوع ده، وايه الأسرار اللي حضرتك عارفها عن الهرم الأكبر؟ والحقيقة أنا ميال إن أنا رغم أن العالم كله بينكر هذا، أو لغاية دلوقتي ما طلعتش تصريحات رسمية بأن هناك أعمدة تحت الهرم وأن هناك مدينة تقريبا بأكملها ومباني تحت الهرم. العلماء مثلا هنا في مصر الدكتور زاهي بينكر هذا تمام، يقول هذا غير صحيح إنما أنا لما أرجع لعالم كبير زي نيكولا تسلا، ولما قال، وخصوصا هذا الرجل يعني يخاطب العقل، قال أنا عندي، ده نيكولا تسلا، عندي 4 براهين على أن الأهرامات لم تكن مقابر. عندنا 105 هرم، أي مقبرة لابد أن يكون فيها صاحب المقبرة، الموميا. ما لقيناش موميا واحدة في داخل هذه المقابر، بينما نجد في مقابر وادي الملوك في الأقصر هناك أصحابها، هناك المومياوات موجودين فيها. فازاي ده يبقى مقبرة وازاي ما فيش صاحب؟ فدي نمرة 1. نمرة 2، على سبيل المثال المقابر في الأقصر هناك كتابات على الأسقف وعلى الجدران وصلوات وتعاويذ، وتعاويذ مش معناها أسحار، إنما هي معناها صلوات وطلبات، يعني زي ما بنقول نستعيذ بالله والى آخره. المهم إن هذه الكتابات اللي موجودة في الأقصر لا وجود لها في الأهرامات من الداخل. طب إزاي ده مقبرة وليس هناك صلوات وطلبات لصاحب هذه المقبرة بالمغفرة والفردوس والى آخره؟ ده تاني دليل عقلي بيقدمه نيكولا تسلا. الدليل الثالث، قال إن الكتابات في الأقصر خصوصا إنها فيها دهاليز وفي تحت الأرض محتاجين إضاءة. فالإضاءة حاجة من 2، يا إما الكهرباء يا إما الزيوت. فإذا كانت الزيوت لابد أن يكون هناك سناج، هباب على الجدران، على الأسقف، ما فيش الكلام ده خالص.
ففي رأي نيكولا تسلا أن كان الإضاءة بالكهرباء والكهرباء اللاسلكية وعن طريق الأهرامات، وهقول لك إزاي. الدليل الرابع والأخير الذي يعتمد عليه تسلا هو دندرة، معبد دندرة. تجد المصابيح بس بحجم الإنسان بأكمله، سلكتين طالعين منها، كل سلك رايح لبطارية واحدة سالب والتانية موجب، بالتأكيد ضروري كده وإلا هيبقوا بطاريتين ليه. فدي كانت مصادر الإضاءة. وفي رجل ألماني عمل مصباح كهربائي بنفس الطريقة اللي في دندرة وأضاء الموجود. فرأي تسلا أنها كانت الأهرامات إنما هي محطات لتوليد الطاقة الكهربائية. ظهر أخيرا بعد تسلا وهو رجل معاصر اسمه كريستوفر دان، كتابه موجود عندي هنا، اسمه Advanced Technology in Ancient Egypt، اللي هي التكنولوجيا المتقدمة في مصر القديم. هذا الرجل بيقول إن أنا درست الأهرامات، وجدت إن الحاجات الجرانيتية خصوصا التوابيت والى آخره لا يمكن أن يكون شطف الجرانيت يدويا، إنما هو بنوع من الطاقة اسمها بيزو إلكتريك إفكت اللي احنا بنستخدمها حاليا كجراحين كلى ومسالك بولية في تفتيت الحصوات. كريستوفر دان بيقول منين بيجيبوا الطاقة دي؟ قال إن الأهرامات مبنية على تكتونيك بليتس اللي هي الصفائح التكتونية. طبعا معروف إن كل قارة على صفيحة تكتونية، والصفيحة دي ما تدي إيحاء بأنها سنتي ولا 2، لا ده عشرات الكيلومترات. بالنسبة للزلازل كمان يا فندم. نعم، بالنسبة للزلازل القشرة الأرضية على طبقات بالظبط كده. الزلزال بنبتدي نحس بيه عند 3 ريختر 4 ريختر، إنما في رأي كريستوفر دان إن هناك حركة دائمة لهذه الصفائح التكتونية تدي 4 ريختر، نص ريختر، 1 ريختر. فراغات الهرم المحسوبة اللي عملوها قدماء المصريين تحول الانفراسونيك سيجنالز أو الإشارات التحت صوتية إلى التراسونيك سيجنالز، موجات فوق صوتية. إذا اصطدمت هذه الموجات الفوق صوتية بجدار الجرانيت اللي هو موجود في داخل الهرم الأكبر، اللي هو مفروض يكون 55% منه سيليكون كوارتز، والشيء الغريب انها فعلا 55% منه سيليكون كوارتز، بتتولد هذه الموجات التصادمية او البيزو الكتريك افكت القادرة على شطف الجرانيت يبقى زي الازاز. طب دي نظرية يا سيادة العالم الجليل كريستوفر دان، تقدر تثبتها؟ ده انا اجي لكم مصر واثبتها. وجا مصر هنا وقدر يثبت النظرية دي بأنه هو دخل في تابوت في المتحف اللي في التحرير، وضلموا المتحف وكان يوم أجازة إلا الموظفين والآخر، ودخل في تابوت وغطوه بالغطاء بتاع التابوت كما هو متفق عليه، وضلموا المتحف تماما وبطارية قوية جدا حوالين ما بين الغطاء والتابوت كما هو متفق عليه 10 مرات، على أساس إن شعاع ضوئي يدخل لكريستوفر في داخل التابوت من جوه، عشان يثبت قد إيه البوليشنج أو قد إيه التنعيم بتاع جدران الجرانيت، هل هو يدوي ولا هو ما فيهاش نسبة خطأ يا دكتور، ما فيهاش نسبة خطأ 1 ملي. المهم عملوا التجربة، هو بيحكي بقى في كتابه، رفعوا الغطاء بتاع التابوت، بيقول وقفت في وسط المتحف سكريمينج، يعني يصرخ، saying وبيقول this is space era perfection، هذه دقة عصر الفضاء.
طبعا الكتاب قائم بقى على الزوايا ومعمولة ازاي وبتاع، هو مهندس عبقري طبعا. انما بهذا الكتاب هو اسمه Advanced Technology in Ancient Egypt and Advanced Engineering in Ancient Egyptian Temples، المعابد المصرية القديمة برضو يعني. فدي عندنا 2 علماء، نيكولا تسلا من ناحية، كريستوفر دان من ناحية، بيقولوا أن هذه الأهرامات ليست مقابر ولكنها مراكز للطاقة، محطات لتوليد الطاقة. تسلا بيقول كهرباء، كريستوفر دان بيقول كهرباء وشوك ويف ريستريبسي اللي هي الموجات التصادمية. هل هناك أدلة على هذا اللي احنا بنسمعه؟ سمعنا أخيرا مثلا أنه هو نيل بيجري جنب الهرم طوله أظن 60 كيلومتر، وده معنى كده ان هم محتاجين المية للبناء او لتوليد الطاقة. شيء الغريب برضو اضافة، يمكن نقطة عالم تاني اسمه فلاندرز بيتري بيقول ان الغرفة بتاع الملك في الهرم الكبير السقف اتزحزح حوالي بوصة. طب وده ليه؟ قال اتزحزح نتيجة انفجار كبير حدث نتيجة خطأ مية في داخل غرفة الملك. هي مليئة بالأسرار، وأنا أذكر منذ بضع سنوات طلعت الغرفة ده هي. لما طلعت بقى لغرفة الملك فوجدت مجموعة من السائحين ومرشد سياحي، فقلت له وريني حاجة وأنا هكفك يعني. فطلع من جيبه شمعة وراح لمكان معين وأضاء الشمعة ده هي، فوجئت بأن اللهب بتاعها داخل جوه واتجه ناحية على بعد 2 متر تقريبا في مكان آخر معين برضو بنفس الشمعة باللهب بتاعها. لقيت اللهب جاي بره. أنا استغربت، أنا فاكر أنا في غرفة مصمتة. قلت له إيه ده؟ قال لي دي تهوية داخلية، لا احنا عارفين الهواء جاي منين ولا احنا عارفين خارج رايح فين. دي تجربة أنا شاهدتها بعناية من واحد مرشد سياحي كان في غرفة الملك موجود ده. فبالتأكيد هي في رأيي الشخصي يعني إن ما وصل إليه هؤلاء العلماء إنما هي ليست مقابر، إنما هي محطات لتوليد طاقة، يا إما كهربائية يا إما طاقة تصادمية عشان خاطر الجرانين. دكتور، في حضرتك في سؤال بيشغل ذهني، هل كان في حضارات ما قبل خلق آدم، أو كان في ناس عايشين في الكرة الأرضية قبل سيدنا آدم وفي حضارات، والحضارات دي وصلت لدرجة كبيرة جدا من التكنولوجيا والعلوم، والحضارة دي أعتقد هل هي فنيت وبدأت في حياة جديدة؟ السؤال ده محير لبعض الناس، فأنا عايز استغل وجودي مع حضرتك وحضرتك تجاوب لي على السؤال ده. اوكي. هو الحقيقة لازم نفصل ما بين العلوم والغيبيات. آدم وحواء غيبيات نقبلها إيمانا وتسليما، أما العلوم فهي تبحث في الموجودات، بردية، جدارية، تمثال، مقبرة، وهكذا. فإحنا عندنا بردية، مؤرخ المصري القديم السمنودي المولد مانيتون. الشيء الغريب بيقول أن عصر الأسرات اللي بدأت بالأسرة الأولى حتى الأسرة 30 هي أقل العصور ازدهارا. إيه ده؟ معنى هذا الكلام أن في عصور قبلها ما سبناش. قال لنا أيوه كان في عصور قبلها. ده مين؟ مانيتون. واللي بيختلف معايا ما يختلفش معايا، أنا بقول لك مانيتون قال إيه، فأنت لك أن تناقش مانيتون أو اللي كتبوا مانيتون. فقال كان هناك عصر 13,000 سنة و400 قبل عصر الأسرات. هذا العصر اسمه شمس حورو. شمس كلمة مصرية قديمة معناها أتباع، وحورو اللي هو حورس.
حتى لأنها كلمة مصرية، وهناك كلمات مصرية كثيرة عندنا، فتجد كلمة شماس وشمامس اللي هم أتباع الكنيسة. ايوه فهمت. فشمس وحوره يعني أتباع حورس 13400. طب قبل كده قال لك كده كان في عصر تاني اسمه ايه؟ الملوك الأجلاء. طب وده كم سنة؟ 10000 سنة. طب وقبل كده؟ كان في عصر تاني الملوك أشباه الآلهة. طب وده مدته قد ايه؟ 10000 سنة. لا. طب والأسرات كم سنة؟ 5619، لأن الأسرة الأولى 5619 قبل الميلاد. يعني كله على بعضه يطلع كام؟ يطلع 39000 سنة. قال لا. في دليل على كده؟ قال لك بردية تورين بقى، مش مانيتون بقى اللي بيقول، احنا اللي بنقول بقى، لأن بردية تورين جايبة اسم ملك من 39000 سنة. الملوك أشباه الآلهة، ثم الملوك الأجلاء، ثم أتباع حورس، ثم ال 18 أسرة الأولى ما كملتش لل 30 لأنها اتكتبت في الأسرة ال 18. يعني اتسجل التاريخ من أيام الأسرة الأولى، عهد الأسرات الأوائل، لكن ما قبل هذا ده كلام بقى مين؟ مانيتون، اللي بيقول أن هناك عصور أكثر ازدهارا من عصر الأسرات. هل هناك دليل آخر غير بردية تورين اللي مش عاوزين يناقشوها عشان ما تقلبش التاريخ رأسا على عقب؟ دليل تاني بتاع هيرودوت، بس بكل أسف ما تعمقش فيه، لأنه اعتقد أن العلماء أو الكهنة زي ما كان بيسميهم كانوا بيسخروا منه، لأن لما سألهم متى بدأ تاريخ مصر قالوا له حين كانت الشمس تشرق من حيث تغرب الآن. الشيء الغريب أن يطلع عالم فرنسي أخيرا ويقول أن الأرض غيرت دورانها وأصبحت تلف دلوقتي أنتي كلوك وايز ضد عقارب الساعة من 39000 سنة مضت. يبقى حضرتك الكلام اللي انت بتقوله بيصدق النظريه مش اللي أنا بقوله، اللي بيقوله مانيتون. دي نقطة مهمة أوي عشان ما يقعدوش يقولوا وسيم قال وما قالش. دكتور وسيم، فزي ما أنت شايف أن هناك عصور، ومانيتون بيقول كانت أكثر ازدهارا وأكثر تقدما، ويعني أكثر تقدم من عصر الأسرات. دكتور حضرتك طبعا نصير المرأة، والمرأة في حياة دكتور وسيم مهمة جدا. أنا عايز أعرف حضرتك، المرأة في عصر الأسرات كانت واخدة حقوق، وكان في أول نظام قضائي في مصر حضرتك اتكلمت عنه قبل كده، فاحنا عايزين نشوف الإسقاط على دور المرأة في عهد قدماء المصريين. أنا أحب أكلمك قبل ما أكلمك من الناحية التاريخية، عايزين نستفيد من التاريخ الماضي في الوضع الراهن المؤسف. المجتمعات الذكورية الخاصة بالمرأة شرقا وغربا وظلمت على مدار التاريخ، يعني لغاية النهاردة بالظبط. يعني أن تعرف يعني الكتاب اللي طلع بتاع مؤلفة كبيرة قوي اسمها مارغريت أورورك، ست أيام طلع كتاب اسمه When a Love Turned to Violence، حين يتحول الحب إلى عنف. تحكي إزاي إن مليون التماس في سنة واحدة في إنجلترا تقدمت به الزوجات للحكومة البريطانية طلبا للاختفاء أو الالتجاء حماية من عنف الأزواج. عندهم دلوقتي حاجة اسمها DVU اللي هي Domestic Violence Units، اللي هي وحدات ملحقة بأقسام البوليس للعنف المنزلي. حاجة مؤسفة من اللي بيحصل هناك. عندنا هنا مركز البحوث الاجتماعية والجنائية جمع 15,000 حالة من أقسام البوليس عنف الأزواج على الزوجات، وجايب الأسباب. نمرة 1 اختلاف في الرأي، 79% الست بتتضرب عشان مجرد اختلاف في الرأي، 67% عشان رفض السرير،
يبقى مبهدلها وشتمها وعاوز حاجة يعني آخر بجاحة يعني. السبب الثالث اختلاف على مصاريف البيت. 10 أسباب. سبب العشر يضحك بقى، حرق الطبيعة. جايبين بقى إحصائيات تكسف. 25% من حالات الضرب ولم يشفع لهن حملهن في توقي الضرب. 19% من الحالات عاهة مستديم. ايه ده؟ قارن هذا بقى بالدولة القديمة. بمصر القديمة. كان هناك بند في وثيقة الزواج على لسان المرأة: إذا هجرتك كزوج أرد لك مهرك ونصف ما جمعناه في حياتنا الزوجية. خلع يا أخلع. بلاش كده وكده. كان من حق المرأة أن تلجأ للقضاء وما كانش فيه محاميين. المحاماة دخلت مصر 31 قبل الميلاد. نعم. الغزو الروماني. إنما قبل كده كان من حق المواطن المصري أن يطلب من المحكمة، والمحكمة تحدد له موعد. كان من حقها أن تشكو زوجها إذا صدرت منه قسوة باليد أو باللسان. مش تنهى مثلا بأيديها أي هند ولا أي حاجة. الشيء اللي بيبهرني في الحضارة المصرية إن إذا مات الأب، من تقوم بتوزيع الثروة هي الابنة الصغرى على شرط أن تكون فوق 16 سنة، وتقسم الثروة بالتساوي. واشمعنى الابنة الصغرى؟ عشان الصبيان ما ياكلوهاش. والصغرى ليه؟ عشان الكبار ما ياكلوهاش. إلى هذا الحد. عشان كده المرأة كانت كاهنة. فعلاقة الرجل مسألة نكسة ومش نكسة والطمس والدورة الشهرية والكلام الفارغ ده كله دخل علينا من اليهود. بتقرا في سفر التكوين: المرأة نجسة 40 يوم إذا أنجبت طفلا ذكر، و80 يوم إذا أنجبت طفلة أنثى. لا، إيه الفرق بين الاثنين؟ عنصرية. وفي صلواته ما تقرا في التلمود: اللهم أشكرك خلقتني إنسانا ولست حيوانا. طب دي مقبولة. يهوديا ولست أمميا. عنصرية. رجلا ولست امرأة. لا، عيب بقى. ده أنت لولا المرأة ما كانش يبقى لك أنت وجود. حضرتك عصر حتشبسوت حكمت مصر 23 سنة، كانت من أنجح الحكام على مدار التاريخ، وكان العصر كله رخاء وازدهار. وطبعا المعبد الجنائزي اللي هو معبد حتشبسوت بيشهد لها. حتى حضرتك حسيت ان هم اللي جم بعد وراء حتشبسوت الملوك حبوا يطمسوا معالم العصر المزدهر اللي هي كانت فيه. هي حتشبسوت يونانية ولكنها تمصرت بالحضارة الإنسانية، وعشان كده هو انخدت منه. انما احنا عندنا قبل كده يعني مارت نيت في يعني ملوك، هي حطب، يعني ملوك وملكات. هي حطب اللي احنا هنتكلم عنها النهارده. طبعا. فطبعا لا يمكن ابدا. وعشان كده انا حزنت جدا اخيرا لما اتسحب كتاب بتاع دكتورة اسماء الشرقاوي، سحب من معرض الكتاب لان الكتاب عنوانه كاملات عقل ودين. شيء مؤسف يتسحب كتاب زي ده ويتصادر. فعملت مقالة يعني من حوالي أسبوعين، وكان عنوان المقالة هن كاملات عقل ودين، ودليلي على ذلك: 1، أراد عمر بن الخطاب تخفيض المهور فانشقت عن الصفوف امرأة، وجدلته انحنى قدامها وقال: أصابت امرأة وأخطأ عمر. الدليل الثاني: الحديث النبوي: إنما النساء شقائق الرجال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. الدليل الثالث: الحديث النبوي الشريف الذي يقول: إذا أردتم أن تعرفوا نصف دينكم خذوه عن هذه الحميراء، اللي هي عائشة. وحميراء مش معناها أحمرة صغيرة، حميراء معناها شعرها أحمر لأنها كانت تصبغه بالحناء. وده دليل على أن ما كانش فيه حجاب، وأن كلمة حجاب معناها حاجز، مش معناها أحط حاجة على شعر. دي نمرة. رابع حاجة وأهم حاجة: أن بعد موقعة الحديبية المسلمون عصوا الرسول في أن يعتمروا، لأن ما كانش عجبهم الشروط.
أشارت عليه أم سلمى أحد زوجاته وقالت له اعتمر سوف يقلدك. خرج لوحده وابتدى يعتمر لوحده، واحد ورا التاني كلهم سمعوا كلامه وقلد وراه. التاريخ يقول لنا عاد الرسول إلى أم سلمى متهللا يقول لها لله أنت يا أم سلمى نجا المسلمون على يديك من عذاب أليم. فإذا كان المسلمون نجوا على دين امرأة، وامرأة عندها نص الدين، وامرأة صوبت عمر وطلع هو غلطان، وامرأة شقائق الرجال لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بعد كده تيجي تقول لي ناقصات عقل ودين؟ وبعدين تعالى يا حبيبي يا اللي بتقول لي الحديث ده ما نقدرش نقرب منه ولا الكلام ده، والناقصات عقل ودين عشان الدورة الشهرية وعشان مش عارف ايه والكلام. طب الحديث ده ظهر امتى؟ 460 سنة مضت، يعني 1000 سنة وشوية لم يكن له وجود. الكلام ده بتاعي أنا؟ لا مش بتاعي أنا، ده بتاع عالم أزهري وقاضي جليل اسمه الأستاذ الدكتور مصطفى راشد. برضه اللي عاوز يناقشه يروح يناقشه، أنا بنقول لك اللي بيقولوا إيه. فالمرأة مظلومة، ولا يمكن بلد تتقدم إلا إذا المرأة أصبحت على قدم المساواة. التوصية بتاعة البرلمان الأوروبي أخيرا 3 نقط. 1 بالنسبة للمرأة يعني التعليم، حتى ينقلها من المرأة الجنس للمرأة الإنسانة، ويكتب كده فالمرأة ليست لعبة جنسية في يد الرجل. 2 العمل، حتى يحررها من العبودية الاقتصادية للزوج. أنا بصرف عليكي وأنا بأكلك وأنا أشربك، لا يا حبيبي، أنا بأكل نفسي وأنت بنساهم في مصاريف البيت. 3 الحقوق السياسية، على برلمانات أوروبا جميعا أن تكون النساء 50% حتى تسترد حقوقها السياسية المسلوبة. ودلوقتي أنا عندك مثلا في دلوقتي برلمانات كتيرة قوي أصبحت المرأة فيها 50%. فمصر القديمة تقدمت لأن المرأة كانت على قدم المساواة. الشيء الغريب وجدنا مقبرة لزوجة وفي جواب من جوزها محطوط لها بعد ما ماتت: لقد فارقني الحظ السعيد بعد أن رحلت عني، يبدو أنك غاضبة مني وأنا لا أعرف، أذكرك بأني طالما قدمت لك العطور والزهور والطعام والشراب، سامحيني إذا كنت أخطأت في حقك حتى يعود إلي الحظ السعيد. إيه ده؟ إيه العظمة دي؟ احنا في أيامنا دي الست تموت والراجل يفكر في واحدة تانية بعد أسبوع. حقيقة. دي حضارة، وهي حضارة واحدة، ما فيش حاجة اسمها حضارات، كلها انبثقت عن الحضارة المصرية. عمالين يقولوا الحضارة الصينية، ادي أستاذ في الحضارة الصينية سنة 2009 طلع كتاب الحضارة الصينية انبثاقا من الحضارة المصرية. منع هذا الكتاب بعد 6 سنين في 2015 لما بقى هو رئيس القسم، طبع الكتاب وطلع. دكتور، حديثك ممتع وشيق. كلمة عظمة، واحنا اتكلمنا في النقطة دي قبل كده، ماذا تعني كلمة عظمة بالنسبة للعالم الجليل دكتور وسيم السيسي؟ عظمة لله وحده، دي نمرة 1. إنما هو أعتقد أن إذا امتلأ الإنسان قلبه بالحب والتواضع، ده يبقى إحنا نقول أنه اقترب من شيء يعني قيمة عظيمة جدا، وهي العظمة. شيء عجيب، نيوتن اللي اكتشف قانون الجاذبية كان يقول نحن أطفال playing with pebbles on the beach of science، بنلعب بلي على شاطئ بحر العلم. أبو العلاء المعري اللي صيته طبق الآفاق يقول أنا اسمي أبو العلاء ليه؟ ده أنا المفروض يبقى اسمي أبو النزول.
قالوا عني أبا العلاء وهذا مين يعني كذب، والحق أني أبا النزول. لويو تولستوي اما خد نوبل برايز مع ان روسيا منعته ان يستلمها وبتاع، وكان بيقولوا له بلغت القمه، قال لهم انا في بدايه البدايه. فالتواضع هو ابو الفضائل جميعا. او الترفع عن الصغائر. نعم. العظمه الترفع عن الصغائر، دي كلمه حضرتك قلتها لي. طبعا يعني فالحب اولا واخيرا، وانا ارى ان الحب هو الحل في اي مشكله سواء سياسيه. يعني لا يمكن حاكم ينجح الا اذا احب شعبه، ولا طبيب الا اذا احب مرضاه، ولا اب الا اذا احب اولاده. اب متوسط التعليم افضل من راجل معاه 500 دكتوراه ويفتقد الحب، ويفقد الحب مع اسرته مع اولاده. ولا ينجح رجل مع زوجته الا بالحب. الحب هو الشفاء، بل الانتماء والولاء للوطن لا يتأتى الا بالحب. عشان كده دورنا احنا كناس بنحاول ننور المصريين عن تاريخهم العظيم ده، لان لما يعرف تاريخه ان بلده دي هي اول بلد عملت تربنة، وهي اول بلد عملت كاتاراكت ميه بيضة، وانها اول بلد عملت زراعة اسنان، وان هي اول بلد عملت مسامير لتثبيت الكسور بتاعت العظام، خيوط العمليات الجراحيه من امعاء القدم، وهي اول بلد اكتشفت البنسلين، هيبهر. ومن الابهار الاعجاب، ومن الاعجاب الحب، ومن الحب الولاء والانتماء. فاذا اردت انك انت شعبك يدين بالولاء لمصر، عرفوا حب مصر عن طريق ان تعرفوا ايه هي مصر. انما الكلام الانشا الوطن هو من تشرب ماءه ومن تشم هواءه، لا. طب الحمار بيشرب ماءه ويشم هواءه، هيبقى مواطن صالح؟ ابدا. يعني فالحب هو الاساس في كل شيء. ولا يمكن انسى، كان واحد معايا بيشتغل في كامبريدج في انجلترا لما كنت هناك للدكتوراه، كان اسمه باتل، كان هو هندي المولد ولكن انجليزي الجنسيه، لان تعرف الكومنولث بقى. اي فندم. انا كنت بشتغل في ايدنبروكس هوسبيتال في كامبريدج. الدكتور ده جدار المستشفى يحبه، ارض المستشفى تحبه، بنات المستشفى تحبه، اطباء المستشفى يحبوه، عجيب. وبعدين مره بقول له باتل، قال لي ايه؟ قلت له انا عاوزك تمسك الويكند ده ونتبادله واخده انا اللي بعد منك، لان انا لازم اكون في لندن الاسبوع ده. قال لي اوكي روح وانا همسك اللي بعده. فافتكرت انه عاوز 300 جنيه استرليني، كان اللي يمسك لك ويك اند نكتب له شيك 300. قلت له اكتب لك شيك. قال لا انا ما اقصدش كده، انا اقصد فاضي. فاضي ايه؟ ده الويك اند يومين ونص هلاك، اذا نمت في اليوم ساعتين يبقى انت محظوظ. فقلت له البلد كلها بتحبك، المستشفى بتحبك، انت بقيت حلو كده ازاي؟ فحكى لي بقى، قال لي ما كان عندي 4 سنين امي خدتني على قمه جبل في الهند وقالت لي قول بصوت عالي I love you، بحبك. فانا قلت كده، لقيت حد تاني بيرد عليا من هناك I love you. قالت لي قول بصوت عالي انا اكرهك I hate you. لقيت حد بيرد عليا. مام مين هناك بيرد عليا؟ قالت لي دول الناس، اذا حبيتهم هيحبوك، إذا كرهتهم هيكرهوك، ولكن عليك أن تبدأ بالحب. ولما تكبر وتروح المدرسة ويقول لك echo of sound، ده صدى الصوت، تقول لهم no echo of people، ده صدى الناس. فتعود أن يعطي الحب. فبعدين بقول له طيب أنا ممكن أسيب كامبريدج وأروح مكان تاني، هرد لك إزاي اللي أنت عملته ده؟ رد عليه يقول لي أنا ما أعمل معاك كده، ممكن بعد 1 2 3 واحد تاني يجي يعمل معايا اللي أنا عملته معاك. إنسان الحب يسير على قدمين الإنسان ده. ففعلا الحب هو الحل. وهي مأساة الشعوب إيه؟ كراهية والحروب إيه شيعة وسنة، وإيه كاثوليك وبروتستانت. ده في العصور الوسطى كاثوليك وبروتستانت قتلوا في بعض 12 مليون. إيه واحد زي هتلر 55 مليون يروحوا في رجليه عشان إيه؟ كراهية. عشان إيه؟ الكوكلاكس كلان في أمريكا جماعات إرهابية
ألوية حمراء في إيطاليا، ماينهوف في ألمانيا، إخوان متأسلمين في مصر، داعش في سوريا. إيه ده؟ إيه الكراهية اللي في قلبكم دي كلها؟ حبيبي طبعا حديثك لا ينتهي من ان انا يعني حضرتك انا قاعد قدام عالم جليل. في كلمة بتشغلني، دكتور وسيم، المال بالنسبة لك ايه؟ وحضرتك تطرقت الحتة دي لان انت حضرتك انسان فعلا، اما بقول انسان عظيم يبقى في حتة المال بيشكل ايه في حياة دكتور وسيم السيسي؟ هل هو غاية ولا لا طبعا غاية، هو وسيلة. تستغرب زي ما قلت لك، يعني من بضعة أشهر واحدة ست، واحد دكتور أمراض نساء عملها عملية، كان استأصل الرحم، فكانت النتيجة ربط على الحالب اليمين وعمل نسور ما بين المثانة والمهبل، فطبعا البول نازل على طول بتاع. حالها رقيق جدا يعني الست ده يعني. فطبعا عملت لها عملية مؤقتة، حولت المايه من فوق عشان الحالب المربوطة اللي ما نقدرش نفتح الا بعد 3 أشهر يعني من العملية الأولانية. وبعد 3 أشهر العملية دي عملت لها زرع حالب، صلحت لها المثانة، صلحت لها المهبل. العملية دي وقفت فيها 8 ساعات، ما رضيتش اخد منها ولا حاجة، انما خليت الدكتور صاحب المصيبة اللي حصلت دي دفع اتعاب طبيب التخدير، ودفع الاستهلاكات للصيدلية بتاع المستشفى عندي، الاستهلاكات حسيت، انما انا اتعابي ولا حاجة ما رضيتش اخد منها. فالمادة بالنسبة لي، واي حد يجي يقول لي مثلا كده ولا كده اقول له الحمد لله الخير كتير عندي. ومصر اليوم دي اللي انا بكتب فيها من سنة 10 تقريبا، مجدي الجلاد، سمعت حضرتك مجدي الجلاد قال لحضرتك انت طلباتك ايه؟ قلت له انا عندي مشكله ماديه، فهو طبعا انزعج. ايوه انزعج، يعني ايه مشكله ماديه؟ قلت له قال لي انا عندي، قلت له حضرتك انا عندي فائض كتير. انا مش عارف، ده معناه انا مش عارف استمتع بالحياه لان الدخل اكتر من المنصرف. فضحك وبتاع وحاجات من دي، وهذا صحيح. يعني اخر حاجه مثلا من حوالي 3-4 اشهر المهم ميراث كده هو، وكان يخصني انا ولي اختين، فطبعا الحكومه هي اللي بتوزع، فادتني انا مرتين اكتر من الاختين. اصريت على ان لازم ارجع لهم، قلت لهم لا بالتساوي، راسهم 1000 سيف. لا يمكن، خلاص هي الحكومه عملت كده، احنا مش محتاجين، يوم ما نحتاج هناخد منه. ورفضوا. قناعتك سر عظمتك يا دكتور. ربنا يخليك. فهي الماده بالنسبه لي هي وسيله وليست غايه. وانا يعجبني قوي برنارد شو لما قال مهما جمعنا، هي 3 وجبات وسرير واحد وارقام في البنك للورثه، وبتخلي الورثه يتشكلوا في بعض. دكتور، في حاجه حضرتك عايز اقول لك عليها بالنسبه للتشكيك في اصل المصريين عن طريق حركه اسمها الافرو سنتريك، وبيشككوا في جيناتنا كمصريين. فحضرتك اكيد سمعت عن الحركه ديت، وحضرتك ممكن تكلمنا عنها يعني. هي الافرو سنتريك، وبدأت سنة 1923 أو ميلاد صاحبها اللي ابتدعها 1923، واحد اسمه أنتا ديوب. الشيخ أنتا ديوب هو شيخ ولا حاجة، ومات 1986. وهذا الرجل عمل دراسة طبعا كانت مرفوضة في السوربون 10 سنين، إنما تدخلت السياسة وأجبروا السوربون على أن يدوله الدكتوراه، وهي الجذور الزنجية مش الأفريقية، الزنجية يعني الصحراء، جنوب الصحراء يعني، في الحضارة المصرية. ويدعي أن الذين قاموا بهذه الحضارة العظيمة المصرية إنما ليسوا المصريون اللي موجودين فيها دلوقتي، إنما اللي موجودين فيها دلوقتي هم أولاد الغزاة، عمرو بن العاص والرومان واليونان والكلام ده، وإن هم طردوه إلى جنوب الصحراء.
اللي بعد أنت ديوب هو كيتشي أسانتي، هو الزعيم الأكبر بتاعه، وهو موجود في الولايات المتحدة الأمريكية. كتبت جواب واتنشر في الاندبندنت من حوالي 4 أشهر أو 5 أشهر. اتجنن واتصل بحنان بتاعت روزا اليوسف اللي اسمها حيان البدري، وقال لها دكتور وسيم كذا 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 كذا. كلمتني قالت لي الراجل ثائر جدا، قلت لها خليه يرد. ايه بقى انا بعت له، قلت له ايه؟ ما هو اللي جننه بقى موضوع الجينات بقى. قلت له ماكس بلانك انستيتيوت في ألمانيا، وهذا المعهد واخد نوبل برايز سنة 23. أرسل 2 من العلماء هنا عندنا في أبو صير الملق تبع بني سويف، واحد اسمه وولف جانج هاكا والتاني اسمه يوهانس كراوز. الاثنين دول جابوا درسوا مومياوات مصرية قديمة من 1200 قبل الميلاد لغاية 600 بعد الميلاد، يعني بعد انتهاء الحضارة المصرية ب 900 سنة. 300 قبل الميلاد أو 332 قبل الميلاد نهاية الأسرة 30 لغاية 600 يبقى دي 900 سنة. طلعوا بأن العرق الأسود لم يظهر إلا على حياء بنسبة من 6 إلى 8% في مصر بعد 600 ميلادية، يعني قبل كده ما كانلوش وجود، ما كانش فيه وجود ليهم. طب كنتوا فين؟ دي نمرة 1. جامعتين من أهم الجامعات، واحدة في برشلونة إسبانيا والتانية في كاليفورنيا، هما الاثنين عملوا دراسة فوق الدراسة بتاعت ألمانيا ماكس بلانك انستيتيوت. طلع فعلا أن العرق الأسود لم يظهر إلا بعد 600، بس إمتى؟ بعد 1350 ميلادية، يعني لسه من فترة قريبة. مفيش من 600 سنة فاتت، مفيش 700 سنة، إنما قبل كده ما كانش فيه. طب حضرتك ليه كده؟ يعني مثلا ليه؟ هدفهم من إيه؟ هل تشكيك هي عدة أهداف. نمرة 1 الصهيونية العالمية زي ما كان عاوزين يعملوا مكان لليهود، خصوصا ان هم كانوا في أوغندا يعني متبهدلين في كل أيوة حتة. اختاروا أوغندا حضرتك قبل فلسطين. لا قبل كده. أيوة يا فندم. اختاروا موزمبيق وأوغندا وسينا وفلسطين، بس هي فلسطين بقى اللي جاي بعد كده هو اللي هو تيودور هرزل اولا 1809 طلب الحاجات دي كلها، ولما مات 1904 حييم وايزمان جه بعد كده وقال هي فلسطين. حتى لما قالوا له ليه مصر على فلسطين قال ان بها البحر الميت الذي سايب اسرائيل الحياه. فما فهموش تقصد ايه. قال لهم انا قدرت انه راجل كيماوي ثروته من البوتاسيوم كمخصب زراعي، وجدت ان البحر الميت يستطيع ان يمد العالم بالبوتاسيوم 100 سنة قدام. يعني المهم ان هم الصهيونية العالمية عاوزة تخلص من الزنوج، وخصوصا دلوقتي وصلوا الى البيت الابيض، دخلوا اوباما. فيعملوا ايه؟ مصر دي بتاعتكم، ومصر انتوا اللي عملتوا الحضارة ده، على اساس ان هم على مدى 50-60 سنة زي الهكسوس ما دخلوش في حرب، غزو داخلي وقعدوا 100 سنة معانا. فهم غزو داخلي للأفارقة لغاية مصر اللي هي العدد الحرج بقى، بالنسبة الحرج 50 مليون 60 مليون، احنا اصحاب البلد دي وانتوا جالية مصرية، اطلع بره. انا كتبت له الكلام ده كله وقلت له بحقائق بحث بتاع كامبريدج 3 علماء، مارك جوبلينج، لوكا باجاني، واحد اسمه كوفر سيلد، 3 دول. قلت له ارجع ل 24/6/2015 المجلة الأمريكية American Journal of Human Genetics
المجلة الأمريكية للوراثة البشرية، وفيها تشابتر اسمه Egyptians in all of us، المصريون فينا جميعا along the last 55,000 years، منذ 55,000 سنة. فينا مين؟ اللي هم الآسيويين والأوروبيين. لأن الجماعة العلماء الثلاثة دول عاوزين يعرفوا البشرية بدأت من أفريقيا 4,400,000. ده أقدم هيكل عظمي بشري لقيناه، وأطلق عليه أرضي. 4,400,000 يعني 400,000 سنة. الأديان كلها 2000 سنة فاتت، لسه من ثانية واحدة يعني. ووجدوا هيكل تاني، كان رئيس البعثة مغرم قوي بأغنية أياميها اسمها لوسي، فالهيكل التاني ده سماه لوسي. فعندنا أرضي ولوسي. العالم كله ما كانش فيه بقى جنس بشري خالص. الثلاث علماء دول مارك جوبلين وكوفرشيلد ولوكا باجاني عاوزين يعرفوا البشرية طلعت آسيا عن طريق مصر سيناء آسيا، ولا عن طريق اثيوبيا باب المندب آسيا. اتعملت الدراسة دي، طلع 87% من الجينات المصرية موجودة في الآسيويين والأوروبيين، وإنها 65% فقط من الأثيوبيين. فهي طلعت من المكانين، إنما من مصر أساس. فطلع البحث دون اللي أي حد يقدر سامعني دلوقتي يطلعه، Egyptians in all of us، والمجلة American Journal of Human Genetics. حتى صديقي الدكتور خالد سعد هو أستاذ تاريخ ما قبل التاريخ، فبيقول لي لا ده غلط، ده هي 200,000. قلت له يعني هم غلطانين العلماء الكبار دول 3 دول؟ قال لي لا مش غلطانين، هم بس اشتغلوا بالكربون 14، والكربون 14 ما يجيبش اكتر من 55,000 سنة. لو كانوا اشتغلوا بالبوتاسيوم المشع كانوا جابوا اكتر من كده. قلت له يا سيدي كفايه علينا 55,000 سنة كفايه يعني عشان نقول مصر ام الدنيا. ما فيش حاجه قبلها يعني، هي جت على 200. لا كفايه 55,000 سنه. فاذا كان الجينات كلها بتقول مصر ام الدنيا، واذا كان البحث بتاع ماكس بلانك انستيتيوت والبحث بتاع نورثهامبتون وبرشلونه، ايه ده؟ وانت ازاي جاي تقول؟ وبعدين في الخطاب بتاعي لكيتي اسانتي بقول له طب هم لما جم وطردوكوا الى ساو الصحراء اللي هي جنوب الصحراء، أيوة، خدوا مخكم منكم وخدوا حضارتكم منكم، ده لا عندكم هرم مبني، مفيش حضارة، ولا عندكم حرف هيروغليفي، ولا عندكم موميا متحنطه بالطريقه المصريه القديمه. على اي اساس؟ على اي اساس انتوا ده؟ ولا عندكم اسم من الاسماء اللي احنا بنحط اسماء الملوك على اسماء. عندنا رمسيس، وعندنا تحتمس، وعندنا حتشبسوت، وعندنا نفرتيتي، وعندنا فرتاري، وعندنا. انتوا عندكم ايه؟ جاي بس تقول لي كده. حتى في الاخر بقى هو بقى اللي جننه اخر سطر بقى. قلت له حضرتك ده بدايه بحثك. you black Americans you are really imposters. انتوا حبة نصابين. حضرتك اصلا بدايه حبك لدراسه البحث في علم المصريات كان من حادثه في لندن، ان حد كان بيفتخر بحضارته، وحضرتك انت انزعجت. في بارك بالظبط. حضرتك انزعجت جدا وبدات بحثك، وحضرتك يعني حضرتك مصري حتى النخاع، لدرجه ان توسعك في علم المصريات بيفيد اجيال كبيره دلوقتي، وكلنا بنتعلم من حضرتك كده. السبب انك انت الحاجه لما تقولها بحب توصل لقلوب الناس. بالظبط يا فندم. وبعدين نقطه مهمه قوي كمان، انك انت لما تدعم ارائك باسانيد باحداث، يعني مثلا انت تقدر تقول مصر زي ما انا قلت دلوقتي احنا وصلنا لعمليه الميه البيضاء كاتاراكت، خلاص الشباب اللي موجود دلوقتي سامع وخلاص، ممكن ينساها بعد يومين، لكن اللي مش هينساها العمر كله لو قلت له ان صديق الدكتور يوسف رفعت وهو صيدلي وابوه صيدلي وجده صيدلي ومعاه جنسيه امريكيه، وبيجي مصر هنا في فصل الشتاء لانه ساكن في شيكاغو، وشيكاغو ساقعه قوي في الشتاء، فبيحكي لي من 2 سنين ان عمل عمليه ميه بيضاء في امريكا. فلما بقول له الحمد لله على السلامه، قال له ده كان يوم سيء. قلت له ليه العمليه فيها حاجه؟ قال لي لا ولا حاجه ولا بتاع، دي عمليه كويسه جدا.
قلت له مرض سيء ليه؟ قال لي الراجل الجراح الامريكي كان وحش جدا. قلت له ازاي؟ قال لي قبل ما اخد البنج وانام لقيته بيقول لي دكتور جوزيف يوسف يعني مين اول واحد عمل عمليه ميه بيضاء؟ قلت له ما اعرفش. قال لي جدك. قلت له جدي كان صيدلي. انفجر الرجل ضاحكا وقال له جدك من 4000 سنه هم اول ناس عملوا عمليه ميه بيضاء. فقلت له طيب دي تزعلك ليه؟ ده انت تشكره، عرفك حاجه انت ما تعرفهاش. قال لي لا هو قال لي دكتور جوزيف في واحد مصري ما يعرفش تاريخ بلده وهو اعظم تاريخ. انت سمعت عن امريكانولوجي؟ قال له لا. قال له مفيش حاجه اسمها امريكانولوجي، تاريخنا كله قد كده. احنا عندنا تكنولوجي ما عندناش سيفيلايزيشن. في فرق بين سيفيلايزيشن وتكنولوجي. تكنولوجي هو التطبيق العلمي للعلوم. سيفيلايزيشن من سيفيليتي، وسيفيليتي كلمه ما تيجي تشوفها في القاموس politeness الادب good manners and treatment to others. دكتور في حضرتك رقة دلوقتي التعامل مع الانسان الاخر. حضرتك في المدارس في فرنسا دلوقتي بيدرسوا ايجيبتولوجي مادة بتدرس في مدارس طبعاً. اوروبا. مفيش بريتشولوجي ولا قطرولوجي بالنسبه لقطر يعني، ولا امريكانولوجي، ايجيبتولوجي. والحقيقه اللي وضع القاين ده يعني اللي حط الختم ده جان فرانسوا شامبليون سنه طبعا 1828. هو ده اللي فك رموز مصر، هو اللي فك وحضارة رموز مصر، وهو ده اللي واعلنها احنا سنه مشينا عليه. 22. وقال ايجيبتولوجي لما جاء مصر هنا سنه 28. هو صاحب الجمله الرائعه لما قال يتداعى الخيال الله ويسقط بلا حراك الله تحت أقدام الحضارة المصرية القديمة. بس اللي عاوز أقوله إن ممكن يبقى في حاجة إنما من صالح البشرية إن إحنا نتكتم عنها. يعني أشرح كلامي بحدث سنة 22 في مقبرة توت عنخ آمون لما هوارد كارتر اكتشف 1922. وسرق سرق 2000 قطعة من 5000 قطعة، لدرجة ان المصريين هاجوا، ولدرجة ان كان وزير الآثار في ذلك الوقت كان هو ما كانش في آثار كان اسمها المسؤول عن الآثار كان وزارة الأشغال، وكان الوزير اسمه مرقس باشا حنا في وزارة سعد باشا زغلول. فشمع المقبرة بالشمع الأحمر. فكارتر راح له رفض، راح لسعد باشا زغلول رفض، رفع قضية في القضاء المستعجل خسر. الكلام ده مين اللي كاتبه أندرو كولانز في كتابه له كتاب خطير جدا اسمه توت عنخ آمون The Conspiracy of Exodus، مؤامرة خروج بني إسرائيل يعني. فالمهم راح المندوب السامي البريطاني، فالمندوب السامي البريطاني قال له إذا كان وزير الأشغال ورئيس الوزارة والمحكمة رفضت إزاي أقدر أوافق لك أنا؟ حضرتك ده اكتشاف المقبرة دي كان حديث العالم أياميها، وكان أكبر مؤتمر صحفي اتعمل سنة 1922 في وونتر بالاس اللي هو كان مصيف العيلة المالكة، وكان حديث العالم اكتشاف مقبرة لا تمس من 5000 سنة. فده حدث جلل. ايه اللي حصل بقى؟ ده اخطر من كده بقى. فكارتر قال له اذا ما اتفتحتش المقبرة انا لقيت برديات في هذه المقبرة تهدم الديانات الابراهيمية الثلاثة، يهودية ومسيحية واسلام. قال له يعني ايه؟ قال له يعني القصة بتاعت عبور البحر وشق البحر كل دي خيالات لا وجود لها. حدفوا بالمحبرة اللي في وشه ومسك في خناقه وتدخل الحرس فكوهم من بعض. مقبرة اتفتحت تاني يوم. الصحافة قالت له انت كنت بتقول كذا، قال لي نصرح بالكلام ده. ايه صحة الكلام ده؟ قال له لا ده انا كنت غلطان. تتضح ان البرديات دي كانت الملابس الداخلية بتاعت توت عنخ آمون. انما الشيء الغريب لورد كارنارفون ابتدى يرطرط بالكلام ده. هو متجوز ايدي حفيدة لروتشايلد في انجلترا. اختفى
لورد كارنرفون بعد 7 أشهر من فتح المقبرة قال ايه ناموسة قرصته. بعت 4 جوابات عن هذا الموضوع، ال4 اللي راح لهم الجوابات اختفوا. هيوارد كارتر نفسه بعد كام سنة اختفى بسرطان في الغدد الليمفاوية. هل أصابتهم لعنة الفراعنة؟ أنا أعتقد أنها دي طريقة اليهود الصهيونية العالمية، خلصوا عليه. وخصوصا أن لورد كارنرفون كان له كلمة كبيرة، لأن هو اللي كان بيمول المقبرة، بيمول هيوارد كارتر. عشان كده حتى لما رائحة السرقات فاحت والمصريين ابتدوا كلام كتير وبتاع، وطبعا كان فأمير الشعراء خاطب اللورد كارنرفون وقال له ما تزعلش، الناس بتتكلم، بس برضو الناس بتقول حاجة مهمة قوي. انتوا خطفتوا الخليفة وحيد الدين على البارجة مالايا وهو حي، مش هتاخده وتسرقه توت عنخ آمون وميت. أخا اللوردات سمعت لغوا فعذرا للغضاب المحنقين، يقول الناس في سر وجهر وما لك حيلة في المرجفين الكذابين. يعني أمن سرق الخليفة وهو حي يعف عن الملوك مكفنين؟ سرقت الخليفة حي بحاله كده، مش هتسرق توت عنخ آمون وميت. فدي طبعا كانت قصة ود من أمير الشعراء أحمد شوقي للورد كارنرفون الممول الرئيسي للمقبرة بتاعة توت عنخ آمون. فمن هنا أنا أعتقد إن إذا ظهرت أشياء تعارض الموروث الديني فيحسن تقدم عليها. دكتور حضرتك مش عارف، أنا سعيد جدا إن قاعد مع حضرتك النهاردة. وسؤالي الأخير هيرجع برضو للمرأة. إياه حطب كانت ورا أول تكوين جيش نظامي في العالم من 5000 سنة في عهد أحمس. صح. حضرتك عايز أتكلم عن إزاي هي إياه حطب، وكانت رمز من رموز الصمود في الحضارة المصرية، إزاي جيشت الجيوش وعدت العدة لطرد الهكسوس من مصر. هي النخوة، هي الانفعال، هي الدم الحامي. لما جاء الرجل بتاع آخر الحكام الهكسوسيين وكان اسمه أبوفيس ويطلب طلبات مستفزة، واحد شوف لك حل في أفراس النهر لأن صوتها عندك في طيبة اللي هي الأقصر بيزعجنا في القاهرة اللي هي قاعد في أواريس. حضرتك كان قاعد في أواريس أو أواريس، لا بس كانت العاصمة اللي مقيمين فيها. أيوة فندم. هم بدأوا من أواريس اللي هي الشرقية، وبعد كده استقروا في منف اللي هي العاصمة. تمام. وطردوا الملك من منف وحيث أنه هو طلع فوق في طيبة، فانفعلت. لأن الطلب الثاني كمان كان أن يتخلى عن عبادة آمون اللي احنا لسه لغاية النهاردة بنرددها وبنقول آمين، وآمين هي آمون ومنها جاءت الأمان والأمن والآخر. فأن يتخلى الملك عن عبادة آمون ويعتنق عبادة سوتخ اللي هو المعبود بتاع الهكسوس. انتفضت إياه حطب، وهي الاسم ده معناه القمر مطمئن. وقالت له ازاي تقبل هذا؟ قال لها الجيوش عندي ما فيش. قالت له أنا التي سأجيش الجيوش. وقد كانت تنزل للقرى والنجوع والكفور. جامعة أمراء طيبة كلهم، وطبعا أمراء طيبة معاها وبتاع، وما كانتش معارك سهلة. التاريخ يقول توقفت النساء عن الإنجاب من هول المعارك برا وبحرا. تصور حضرتك في معركة واحدة، يعني أنا أقف قصادها كده أقول إيه ده؟ دي حرب عالمية. لما مصر تستولي على 300 سفينة سليمة بعد الدمار، يعني دول داخلين بكام ودول بكام؟ 500 و500. مش ممكن، يعني دي معركة.
وضحت بجوزها، والموميا بتاعته موجودة في متحف الحضارات، وعلامات الألم الشديد وهو يظهر بيضربوه. كاموس. فسقنا نراه، وهو مفروض يعني تعمل له جنازة عسكرية دلوقتي. وكاموس حضرتك؟ كاموس الابن الأكبر استشهد، إلى أن تم التحرير على أيدين أحمس الابن الأصغر. احنا لغاية النهاردة بقى بنهتف له في شهر الصيام يا حضر يا حضر. لما نبدأ وحوي وحوي التي جاءت منها كلمة واحة أو لاحة يعني اظهر، نطالب الهلال بالظهور. إياحة أو إيوحة اللي هي تحمل معنيين، يا إما اسم الملاك الذي يحرك القمر، أو اسم القمر مطمئن اللي هي إياحته، ولأنها طبعا أنقذت مصر، هذه السيدة العظيمة. وبعدين أنا ما بستغربش، لأن حتى في المقالة الأخرانية اللي أنا كتبتها قلت من الناحية البيولوجية المرأة هي الأقوى. متوسط الأعمار 6 سنين أكتر في النساء عن الرجال، ومش غريبة يعني. أينما حللت أرملة المرحوم فلان، نادرا ما يقابلك أرمل المرحومة فلان. دي شهادة تاريخية للمرأة دكتور؟ لا، ده الشهادة التاريخية الأكتر من كده بقى، هي أن كل 4000 ذكر 2 عندهم تخلف عقلي، وكل 4000 أنثى 1 عندها تخلف عقلي. فالتخلف العقلي في الذكور 2 أكتر من النساء. ليه؟ لأن جينات الذكاء متنطورة في الخلايا، ولكنها تتركز في الإكس كروموزوم. المرأة عندها 2 إكس، الراجل عنده إكس واحد بس. وعشان كده هو نحن نرث معظم ذكائنا من أمهاتنا، وأيضا جزء من الأبهات عن طريق لأن هناك خلايا فيها كروموزومات فيها جينات ذكاء، ولكن ليست بتركيز الإكس كروموزوم. وعشان كده تبان في بعض الأمراض، يعني مثلا مرض سيولة الدم زي الهيموفيليا، المرض ده لما يضرب كروموزوم بيضربه في الإكس، ما يضربوش في الواي. فإذا أصاب إكس كروموزوم في المرأة هي حاملة للمرض لكن ما يجيلهاش. ليه؟ لأن في إكس تانية استبن موجود معاه بيضرب الواي. إذا ضرب الرجل وراح الإكس منها للراجل. وعشان كده نقول إيه؟ women are carriers, men are sufferers. النساء يحملون المرض والرجال يعانون منه. ليه؟ هم 2 إكس كروموزوم وإحنا إكس واحنا. المهم المفروض إحنا بقى معشر الرجال يا محمد بيه، ربنا يحفظك، احنا نتلم بقى، ما نقعدش نقول لها انا بفهم احسن منك ومش احسن. مش انا بقول لحضرتك انت نصير المرأة وبشهادة تاريخية علميا. علميا بلاش كده وكده. اللي يقول لك ان احصائيات مضروب مثلا، طب اسال طبيب، اي طبيب امراض ناس، قول له سبونتينيوس ابورشن اللي هو الاجهاض المحتم. الاجهاض محتم يعني من غير تدخل طبي ولا عقاقير ولا اي حاجه، اجهاض لوحده كده 70% ذكور و30% إناث. ايه الحكايه؟ ده حتى في الريف يقول لك كده، البت عرقها جامد ما تخافيش، الواد نجمه خفيف، الحق يروح يوديه للدكتور. دي الممارسات الشعبيه فاهمينها. فالمرأة الأقوى بيولوجيا، والغريب كمان اجتماعيا. الراجل إذا مات البيت يكمل، الست تشيل الرايه وتقدر تتحكم. الست إذا ماتت البيت اتبعتر، خرب فعلا. هي زي ما بيقولوا ايه، عمود البيت. عمود البيت او عمود الخيمه. او حضرتك هي بتشارك الفلاح في مهام صعبه جدا اللي يتحملها الرجل. طبعا في الشك. لا، وبعدين هي تحملها للمصاعب النفسيه والكوارث النفسيه اكتر من الراجل. الراجل ينهار بعكس اللي احنا فاهمينه. هي شديده. دكتور، في خطه صهيونيه ان يخلوا العالم يحمل رقم المليار الذهبي. حضرتك عندك فكره عن الموضوع ده او تطرقت للموضوع ده في الحديث؟ طبعا. اتفضل يا فندم.
دي خطة الصهيونية العالمية بكل أسف، وهي تدل على غبائهم. وزي ما هم أناس بنوا على العنف سوف ينتهون بالعنف، وهي غباويتهم فاكرين يعني إن الدنيا مزهزها لهم العمر كله. ده مجرد ميزان القوة إذا انتقل لمكان آخر زي الصين أو روسيا خلاص هم انتهوا. هم لأن هم ماسكين أمريكا من رقبتها، عشان هم اساس الاقتصاد في العالم حضرتك. روتشيلد. إنما إذا انتقل يعني ميزان القوة لأماكن أخرى هم انتهوا. فهم فاكرين إن الدنيا هتفضل. أملا إن يقدر يقضي على البشرية كلها معاه، صحيح أنا معاك في الرأي ده. والدليل على هذا أن في سويسرا هناك سويسرا أخرى تحت الأرض. كاليفورنيا، هناك كاليفورنيا أخرى تحت الأرض، عشان في الانفجار النووي المليار ده يدخل يستخبى ويقفل على نفسه 4 5 6 أيام أو شهر لغاية ما الغبار الذري ده يهدأ ويطلعوا هم يكون البشرية كلها انتهت، وهم بقى يقسموا العالم على مزاجهم. إنهم أغبياء، وكاتبين على نفسهم في كتابهم التوراة إنهم أغبياء. ليه بقى؟ تقرأ في التوراة كده: لأن الحمار يعرف قانيه، والثور يعرف معلف صاحبه، أما إسرائيل فلا يعرف الرب إلهه. أما أنت بتقول عن نفسك كده إنك لا حمار ولا طور، وأنت جاي تفكر تفكير زي ده. وبعدين ده الأموال التي تنفق على الحروب وعلى الدمار، ده أنت لو عمرت الصحاري، وهو علم كبير دلوقتي، يعني أنا بعيني ده شفت الزراعة في الصحراء، ورق كده زي ورق الجرايد بس من غير كتابات ولا أي حاجة، يشيل جزء من الرمل حوالي 20 سنتي كده، ويفرش ورق الجرايد ده ويحط الرمل ده عليه، ويحط المية يسقيها بالمية، المية ما تتصرفش لا هنا ولا هنا، ويبتدي يزرع، الزرع يشتغل. يعني في علم ما بيطبق حاليا في مصر، بيطبق. فأنت لو الفلوس دي تنفقها على التعمير مش التدمير تبقى كويس. أما مسألة إنك أنت تدمر وأنت تضمن بعد كده الغبار الذري اللي هتطلقه إن كانت إيران ولا الصين ولا إسرائيل يا فندم في مفاعل ولا إسرائيل ولا هنا ولا هنا، مش هينوبك منه. وإنك أنت ده لغاية النهاردة في تحورات سرطانية بسبب هيروشيما بتاعت 45 دي. أجيال طبعا. فالاستعلاء، عشان كده بقول إن التواضع هو أساس الفضائل كلها. تمام يا فندم. إنما هو في صلواته يقول: خلقتني إنسانا ولست حيوانا، ورجلا ولست امرأة، ويهوديا ولست أمميا. يعني الأمم الأخرى ده يقولوا على الأمم الأخرى إن هم حيوانات، يعني هم بيبصوا للأمم الأخرى. عشان كده الكتاب اللي هو بتاع أحجار على رقعة الشطرنج من أخطر الكتب يعني، واللي ألفه اغتالوه، يقول إن أكتر واحد يعني كان فاهمهم كويس قوي هو هتلر. طبعا. طبعا. بس طبعا أنا أدينه في الهولوكوست أو اللي عمل كان ممكن يعني يحاكم زعمائهم، انما مش بالطريقه ده. الاباده الجماعيه اللي هو عملها سنه 44 يعني. طبعا لا غلط يعني. انما هو قال اذا مرت الايام وكان لهم دوله لا يمكن يضعوا حدود لها، وهو ده اللي حصل بدليل حضرتك حاليا. وقال عنهم اساتذه في فن الكذب، يقعد يكذب وخيانه العهد، ودي الميديا تشتغل وبتاع. طب ليه؟ بول فندلي الراجل ده أمريكي عضو كونغرس مسيحي، طلع كتاب اسمه من يجرؤ على الكلام. مقدمة الكتاب: اليهود في بلادنا يسيطرون على كل ما يسيطر على المعدة والعقل والغرائز، ولم يعد باقيا لدينا في بلادنا إلا أن نغير اسم نيويورك إلى جو يورك. جو يعني يهود، ألا شو بعدها بشهرين عشان عارف الحقيقة. وجايب ارقام بقى: نيويورك 8 مليون، 5 مليون يهودي. هاي كورت هم اللي هي الدستوريه العليا عندهم دي عدد افرادها 7 يهود. الجهاز القضائي 90% منه اللوبي الصهيوني هو اللي بيتحكم في امريكا كلها دلوقتي.
هو حضرتك ترامب ماشي بتخطيط ليهم اعتقد، يعني مفيش رئيس امريكي جاء كلهم عارضهم. طبعا. ليه؟ كينيدي لما عارضهم وعمل لجنه بالظبط لدراسه مفاعل ديمونه. أيوة. ايه حكايه مفاعل ديمونه؟ كانت لسه في البدايه ومتكتمين عليها، اغتالوه. بالظبط اغتالوا مش عارف 65. اوزولد، واللي اغتال اوزلد مش عارف من مين. مكتبه في لوس انجلوس اعتقد. لا مش في لوس انجلوس، تكساس. تكساس او دالاس دالاس اعتقد. هو كان في زياره لدالاس. فلما جاء جونسون ورا منه، فالمساعد بتاع جونسون بيقول له اللجنه اللي شكلها كينيدي، قال له اقعد ساكت. هم اغتالوه عشان كان اصلا بيطالب برجوع الفلسطينيين المهجرين. عارف الحته دي حضرتك؟ لا، هي اللجنه كمان اللي شكلها لدراسه مفاعل ديمونه، لانها كانت لسه عاوزه تبقى دوله نوويه. بالظبط. دكتور انا بشكر حضرتك جدا لسعة صدرك، وانا في محراب علمك. يعني حضرتك اللي انت اتحتني الفرصه ان انا اعمل اقوى حوار عملته في تاريخي لغايه دلوقتي، وانا بشكر مجله ستيل ان هي ادتني الفرصه دي ان انا احاور شخصيه عظيمه زي حضرتك. وانا بشكر الظروف، وانت صديق العقل والفكر، وده شرف ليا يا فندم. شكرا استاذ محمد، دايما محبتك.